وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. متى يبدأ صيام شهر المحرم أو صيام عاشوراء؟ هل يبدأ في أول المحرم أو في وسطه أو في آخره؟ وكم عدد صيامه؟ لأنني سمعت أن صيام عاشوراء يبدأ من 1 محرم إلى 10 محرم وفقكم الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وهو عاشوراء، والمعنى أنه يصومه كله من أوله إلى آخره، من أول يوم منه إلى نهايته، هذا معنى الحديث. ولكن يخص منه يوم 9 والعاشر أو 10 و11 لمن لم يصومه كله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء في الجاهلية، كان تصومه قريش أيضا، فلما قدم المدينة عليه الصلاة والسلام وجد اليهود يصومونه فسألهم عن ذلك، فقالوا إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فصامه شكرا لله، صامه موسى شكرا لله ونحن نصومه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق أولاد موسى منكم، فصامه وأمر بالصيام. فالسنة أن يصام هذا اليوم، يوم عاشوراء، والسنة يصام قبله يوم أو بعده يوم، لما روي عنه عليه الصلاة والسلام قال: صوموا يوما قبله ويوما بعده، وفي لفظ يوما قبله أو يوما بعده، وفي حديث آخر: لئن عشت إلى قابل لأصوم إلى 9، يعني مع العاشر. هذا هو الأفضل، أن يصام العاشر، لأنه يوم عظيم حصل فيه الخير العظيم لموسى والمسلمين، وصامه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فنحن نصوم 9 لنبينا عليه الصلاة والسلام وعملا بما شرع عليه الصلاة والسلام، ونصوم معه يوما قبله أو يوما بعده مخالفة لليهود. والأفضل 9 مع العاشر، في حديث: لئن عشت إلى قابل لأصوم من 9. فإن صام 10 و11 أو صام 3 فكله حسن، لأن صام 9 والعاشر و11 كله طيب، وفيه مخالفة لليهود. فإن صام الشهر كله فهو أفضل وأفضل. نعم.